هو يعني ايه تخاطر اصلا؟ وازاي بنتواصل مع بعض من غير كلام او حتى من غير ما نبص لبعض؟ وهل انت اصلا فكرت تجرب عملية التخاطر قبل كده؟ خلونا نفهم. كلمة تخاطر مشتقة من كلمة خاطر بمعنى فكرة، وأول مرة ظهرت الكلمة دي كانت في أوائل القرن العشرين لما علماء اللاشعور والباراسايكيولوجي ابتدوا يدرسوا حاجة معينة اللي هي موجودة في علم الخوارق، والحاجة دي كان اسمها ESP Extra Sensory Perception، ودي معناها إدراك الحواس الخارجة عن الحواس الخمسة. أنا عارف إن أنت ممكن تكون اتلخبطت أو اتشتت دلوقتي، بس أنا طالب منك إنك أنت تكمل الفيديو لحد الآخر وانت هتفهم كل حاجه. بس اهم حاجه لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. واهم حاجه برضو لايك، شير، كومنت الجميل بتاعك، كل الحاجات الجميله دي. ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ونكمل تفاصيل قصتنا. بس المهم برضو دلوقتي اللي احنا لازم نكون عارفين انواع التخاطر عشان نكون عارفينه بالمعنى الدقيق بتاعه. انت عندك 3 انواع من انواع التخاطر الذهني والعاطفي والجماعي. خلينا نفهم كل نوع لوحده عشان نكون في الصورة مع بعض. التخاطر الذهني وهو انك انت بتبعت وبتستقبل رسائل من غير اي وسيط، زي ما تقول كده يعني انت بتبعت رسالة واتساب بس ثانية، مش من على التليفون، من دماغك. يعني انت دلوقتي قاعد لوحدك بعد جلسات كتيرة وخلاص انت بدأت انك انت تحترف الموضوع، وبدأت انك انت تقعد لوحدك وتتأمل وتدخل في مجال التخاطر. خلاص انت دماغك دي بتبعت رسائل لوحدها للشخص اللي انت عايز توصل له الرسالة دي. انا فاهم دماغك وعارف انت عايز توصل لايه، وعارف كل واحد داخل الفيديو ده هو عايز يوصل لايه. انا قاريكم وهرشكم كلكم. خلينا نكمل. التخاطر العاطفي، ودي الحتة اللي انت داخل علشانها الفيديو. انا عارفك، اعمل لايك بقى وسبسكرايب وكومنت جميل كده اثبت لي انك انت داخل فيديو عشان كده فعلا. التخاطر العاطفي هو عبارة عن انك انت بتشارك مشاعرك مع حد تاني، بس ثواني، الحد التاني ده ما بيكونش قاعد قدامك، بمعنى ان الشخص التاني ده بيكون نايم في امان الله عادي وبياكل رز ولبن مع الملايكة، وانت حضرتك قاعد في اوضتك كده لوحدك عمال بتتأمل وبتتخاطر مع نفسك وعمال تبعت له رسائل. الرسائل دي هو مش بيشوفها على ارض الواقع، الرسائل دي هو بيشوفها وهو نايم، بيشوفها في احلامه، ونادرا جدا لو شافها على ارض الواقع بس بتكون في هيئة صدف. يعني البت نانسي جارتك اللي انت عمال تعمل لها تخاطر ليل نهار، هي البت خلاص اتجوزت وخلفت، يعني انت مش في دماغها. ارحم نفسك بقى وقوم شوف مصلحتك. وده يا سيدي كان التخاطر العاطفي. اما بقى عن التخاطر الجماعي فهو بيبقى عبارة عن مجموعة بيتشاركوا مشاعرهم مع بعض، وبيحصل شعور كبير ما بينهم اللي هو روح الجماعة، وده طبعا بيتم عن طريق الاتفاق. هو انا مثلا وخمسة من اصحابي بنتفق اللي احنا النهارده هنمارس عملية التخاطر، وهو ان احنا نقعد في مكان هادي وكل واحد يكون باله مشغول باللي في دماغه بس احنا قبليها بنكون مظبطين احنا هنفكر في ايه واحنا قاعدين مع بعض. وعايز اقولك يا صديقي العزيز ان في قصص وشهادات على ان عملية التخاطر عملية حقيقية 100%. واول قصة معانا قصة الاختين جوزيفين وماري كافالي. البنتين اتولدوا في امريكا في نهاية القرن ال19، وقالوا ان هم بيتواصلوا مع بعض بعين العقل من وهم صغيرين. جوزيفين دايما كانت بتحس بكل اللي بيخطر على بال اختها وهم قاعدين مع بعض، وده كله من غير ما يتكلموا مع بعض اساسا. وكانوا هم قاعدين مع بعض كانوا بيوصلوا لبعض رسائل من غير ما يتكلموا اساسا. والقصة التانية كانت قصة من احد الجنود في الحرب العالمية التانية، وهي ان كان في جنود بيحسوا ببعض من قبل ما الخطر يقع عليهم. مش فاهمين؟ اصبر بس وانا هفهمك كل حاجة. بمعنى دلوقتي ولنفترض ان في هنا جندي هيتصاب برصاصة من العدو، فالجندي اللي هنا بيجي عليه واحد زميله وبينقذه من الرصاصة دي من قبل ما الخبر ما يحصل. استغفر الله العظيم، يا رب انت هتكفرنا يا ابني، احنا بنعرف المستقبل ولا ايه؟ استغفر الله. اصبر بس يا حبيبي، ده مش قصدي. الفكرة الجندي اللي هنا اللي جاي ينقذ الجندي اللي هنا اللي هو صاحبه بيحس ان في خطر هيقع عليه، يعني هو حاسس ان في خطر هيقع عليه في الوقت الحالي، فبيجي بسرعة في اسرع وقت وبينقذ الجندي اللي هو زميله في المعركة. ولما اتقال لهم ده ممكن يكون كل ده صدفة، كان ردهم ان مفيش اي صدفة، لان الموضوع اتكرر اكتر من مرة ان ده حد بيبعت لنا انذار من المستقبل. ومن ناحية الدراسات العلمية ففي اهم دراستين اتعملوا عليه. اول دراسة كانت في جامعة داكي سنة 1930، الدراسة التانية كانت دراسة حديثة وكانت في مركز الابحاث النووية. فخلاصة الموضوع يا صديقي العزيز ان التخاطر هو عملية بتخطف دماغنا من زمن لزمن تاني. هل انت يا صديقي فكرت انك انت
تعمل عملية التخاطر قبل كده؟ ولو انت فعلا عملت التخاطر ممكن تشاركني اجابتك في الكومنتات او تبعتها لي على البرنامج التاني. لو انت حابب اللي احنا نفصح عنها عادي ممكن نطلع نتكلم عنها في فيديو تاني. واهم حاجة يا صديقي العزيز ما تنساش السبسكرايب واللايك والشير والكومنت بتاعك الجميل. بس كده، واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.